اللحوم الحمراء اللي هو قطاع حساس ورتوما لقى حظه معناتها من زمن قديم ياسر معناتها خاطر هو الحلقة الأضعف اللي فيها سلة المستهلك ولا فيها المحافظة على الطاقة الشرائية نتاع المواطن. الحكومات الثلاثة الكل ديما زلزال في نظر المواطنين وفي نظر الحكومة ما هوش إنسان رجل طيب. أنا سعينا في 95 وفي 93 باش نحرروا الأسعار، تحرير الأسعار عرض وطلب. مرانا اللي تو المدة هذه نلقاو وزارة التجارة خرجت تسعيرة تاع اللحوم الحمراء ما تتمشاش بالأسعار اللي موجود عليه اللي موجود في عند في الأسواق. هنا معناتها وزارة التجارة وقعت برشا اجتماعات، كان العديد من الاجتماعات وإحنا استبشرنا خير مع وزير لقيناه أنا دو تران، هبط للبنبطوار، هبط للمسرح، هبط للفندق، هبط السوق، شاف الأسعار، عمل دورة وكل شيء. عملنا اجتماع معاه نهار من 5 متاع العشية ل 9:30 متاع الليل كغرفة وطنية، واعطيناها الطلبات متاعنا وأن الغلاء متاع الأسعار هذه ما هوش يتحملها الزلزال. احنا ما عندنا لا قناة جمل في الغلاء متاع الأسعار هذه. غلاء الأسعار هذه هي المواد الغذائية في العالم كلها راهي غالية. فهمت؟ احنا في تونس لازمنا نستعرفوا وأن عندنا ثورة، عندنا عامين والقطيع متاعنا قاعدين يهربوا فيه الجزائر، يهربوا فيه ليبيا، ما عندناش عامين متاع جفاف، عامين والعرفة قاعدة تغلى. العرفة غلات 4 مرات من 2011 ل 2013. العرفة أغلات 3 مرات. الدينار بتاعنا التونسي بتاعنا طاح. ونشوفوا احنا توا المشكل ما هوش مشكلتي مع وزارة التجارة. وزارة التجارة تاخذ معطيات وتاخذ احصائيات من وزارة الفلاحة. وزارة الفلاحة تقول راني انا عندي ارقام، والارقام هذه اللي تعطي فيها وزارة الفلاحة من دائرة الانتاج الحيواني تعطي في ارقام غلطة. تغلط في وزير الفلاحة وتغلط في وزير التجارة وتغلط في الرأي العام. أنا كان عندي مشكلة معهم وأنهم عندهم أرقام 770,000 راس بقري و440,000 راس علوش. هذا سمعتهم في 82، سمعتهم في 87، سمعتهم في 95، وسمعتهم تو في 2013. هذول يعطيوا في أرقام غلطة، ما يعرفوش إلا فما سلعة هربت، ما يعرفوش إلا كل شيء، ويحبوا يلبسوا الحكاية ديما في راس الزلزال. الزلزال هو اللي سارق، الزلزال هو المستقرش، هو اللي حب يصور برشا فلوس، هو اللي حب يستغل. احنا راني انا معاملتنا مع المواطن، انا الحل كي يبدا غالي راني انا خاطر انا نحب الحل رخيص للمواطن. احنا توا في صفاقس ولا في الجمهورية التونسية فما برشا طبقة متاع المواطنين الطاقة الشرائية متاعهم طاحت. احنا البطوار متاعنا كان يذبح في كمية طاحت حتى 40%، طاحت 40% على خاطر اللحم غالي. اللحم غالي مانيش انا نغلي فيه، فما سكتور قاعد الحلقة قاعدة تور مانيش انا نغلي فيه. الغلاء يعرفوه منين جاي. فهمت؟ مرانا اللي احنا عملنا اجتماع مع السيد وزير، بعديك جابوا الحم الرفريجري قلنا باش نخفضوا به الاسعار. جابوا ال4 ولايات تونس الكبرى، جابوا الحم ممتاز، ما نقولوش الحم خايب، الحم باهي كون علوش ولا كون بقري. يجيبوا الرفريجري العلوش ب 16 دينار والبقري ب 15 دينار و500. ما يصيرش تباع الرفريجري والحم البردي فرتسوه. معناتها كي باش نقارنوا بالزيت يجي زيت الزيتونه وزيت مخلط فرتسوه ما تصيرش. احنا تو نجيبوا اكبر خبير في الجمهورية التونسية، اقل مواطن ولا اكثر مواطن اعطيه 160 دينار وقل له اشري لي علوش. كان يجيب لي العلوش هذا نقول له كادو من عندي انا تفضل. فهمت؟ معناتها يلبسوا فينا في جبه ما يشقتنا، يحبون يوصلونا. معناتها وزارة التجارة الاحصائيات نتاعنا كيفاش حسبوا وانا نقول الحم غني، قول الحم علوش. الغني تعرفش معناتها الغني سيدي ولا الغني راهو الناشع والبرقوس والماعز والعلوش. معناتها انا تو نعملوا في صماد ارواحنا، وكل زرار عنده كليوناته وكل زرار عنده ناسه، واحد يبعث مرته واحد يبعث ولده واحد يبعث الشوفير بتاعه. يحبونا احنا باش نرضيهم هما، باش هما عندهم شكون يخافوا من المعارضه ولا يخافوا من شكون. هذه احنا نعرفوها ديما. الزرار لا طيح في الصوم، احنا عندنا معارضه، احنا عندنا صعاب، واحنا ما احناش مواطنين، ما احنا مواطنين، ما احنا عباد وخلصوا في النفوه بتاعنا. فهمت؟ لا ب 16 دينار خلط اللحم وبيع. قالوا سيد وزير ولا سيد بتاع الانتاج الحيواني راني ما خلطش اللحم. ما نجيش المواطن انا عنده 20 سنه كليون بتاعي يقضي من عندي
نعطيه نصف طن علوش ونصف طن ماز ونصف طن برقوس ونصف طن علوش باش يخرج ليك انت. احنا تحب تحكي ب 16 دينار وفروا لي بالسوق، عندك الدواوين عندك الفلاحه وصلوا لي ب 16 دينار وانا بيع ب 16 دينار ما صورش. واذا الززار يبيع ب 16 دينار و100 فرنك انا نتحمل مسؤوليتي على الززار بتاع الجمهور ولاد تفاقس كامله. واضح. وفي صورة ما إذا تمسكت وزارة التجارة بالتسعيرة الجديدة تتمسك شنو التصرف اللي ماشي تاخذوه في الأيام القادمة خاصة احنا على أبواب شهر رمضان؟ لا توكيد الوزارة تتمسك بالتسعيرة. التسعيرة نمشي ناخذ عنوش 21 و 22 يبيعوا ب 16 وزيد يطلقوا الجيش والحرس والشرطة ومراقبة الأسعار ويسكروا لي الحانوت وانا يسكر حانوتي وبرا. أنا عاطري مش نخسر وانا مش نسكر حانوتي وش الدار. علاش انا نقعد ديما متهوب؟ علاش قال هم ما يعرفوش؟ هم يعرفوا. يعرف السيد وزير يعرف كاتب الدولة تعرف ان المرض بتاع الانتاج حيواني اللي تغيروا في الرأي العام وتجيب لي هذا العنوش ب 16 دينار. تحبني نعمل انا؟ تحبني انا نبيع رفريجري في ولاد صفاقس ما يمشيش. عندنا عادات وتقاليد راهو في بلاد ورطانة. طب في تونس يمشي ما يعرفوش اللحم في تونس. في تونس الناس كلها تعيش البرا فهمت؟ في صفاقس راهو المواطن عنده الزنزانة نتاعو. تحب تفرض عليه انت باش تخدم على كيفك انت ما تجيب تفرض عليه. انا نحب نخدم راجل. علاش تحب تخدمني سارق؟ علاش تحب تخدمني غشاش؟ علاش تحب ترجعني للتالي؟ معناتها احنا نمشيو احنا في الحكومات القديمه لا ظلم بعد اليوم. هنا حرمة الكرامه وين الكرامه؟ تدي دست على كرامتي. انت دست على كرامتي كي تعرف الحال قاعد يتباع غالي وتسمعني بسوق رخيص تجيبه وقت انت عندي احصائيات هاتولي اهبط معايا للسوق وريني بالك انا قاعد تكذب. هبطوا الاسواق اللي تحب عليها في الجمهوريه التونسيه هبطوا فهمت؟ علاش ما نستعرفوش يقول والله غالي. احنا جينا في وقت صعيب، جينا في وقت الصناعات الغذائيه والمواد الغذائيه في العالم الكل غاليه فهمت؟ علاش ما نقولوش لازمنا نصحوا بالنا ونعملوا استراتيجيه مش استراتيجيه قبل رمضان ب 15 يوم. نعمل استراتيجيه كيفاش نعملوا الاكتفاء الذاتي بتاع اللحم بتاعنا. كيفاش نعملوا عندنا خبره نجموا نعطيك في بسطه صغيره. البسطه صغيره اش نعمل فيها اكتفاء ذاتي؟ نعمل عامل وين المغرب مش عندك. المغرب عاملين ما ضحكش فهمت؟ عاملين ما ضحكش واستحضر على الناس بتاع الواحد ما ذبحوش يكثر الشتات عن المؤسسات الحكوميه بتاع الدوله. ما نعطيهمش اللحم اللوكال يجيبونا من اللحم الفريجري باسعار رخيصه ويجيبوا لهم اللحم ممتازه. السجون المصحات المستشفيات الليسيات الكليات الوثله نجيبوا لهم اللحم ممتاز. فما لحم ممتاز في فرنسا في المانيا يجيبوه. فما ناس تنجم تجيب الشيء هذايا نوفروا لازم البضاعه هذه الورده فهمت باسعار باهيه ارخص من الاسعار بتاع تونس ورفريجريت تذبح اليوم تجيب بعد غدوه الحي ونحافظ على الشتان بتاعنا فهمت؟ الروكا نجيبونا من الكونجيلي معناتها نجيب انا نجيب الحمل البرد بتاعنا احنا نجيو في السواح ياكلوا فيه صح ماهوش معناتها مش معقول هكاك فهمت؟ معناتها عندنا فكره اللي نجموا احنا نحافظوا على الثروه بتاعنا الحيوانيه ونجموا نسدوا سكروا باللي تعمل تو السارق السارق يغلب الناس فهمت؟ زيد احنا توا نجيب في قبل شهر رمضان تو في الربيع وقت المسرة بتاع العنوش يتباع من 18 ل 20 دينار. تجيب الصيف وقت اللي ما فماش مسرة تحبوا ب 16 دينار وقت اللي فما مسرة بتاع رمضان وفما صيف وفما سواح وفما التونسيين يعملوا تونسيين نعمل تونسيين بالخارج ده هنا معناتها تحبني نعمل انا فاهمني. علاش تلبسوا فينا علاش تلبسوا فينا في جدة ما احناش قدها. احنا رانا ما احناش ضد الحكومة حتى حكومة ما احنا ضدها واحنا ما نعملوش في السياسة واحنا ناس متأدبين ما عملناش المشاكل وما عملناش الغرابات وما عملناش واحد. احنا قلنا تو الصلاة عملنا 3 ايام قلنا ما نضحوش قلنا الصلاة تطيح ترخص يا اخي ما جات الصلاة 4 فلاحة اللي كانوا يجيبوا لنا في الساعة قالوا بارو شكون يجيب لكم الصلاة ب 16 دينار هيسحبونا نعمل اعطيونا. واللي هو الخميس شنو وضعية السوق في الساقة؟ وضعية السوق الناس المزوجين اللي كانت تتزوج احنا عملنا سياسة المكياري احنا جينا من فوق ما جيناش من الوطن قلنا ما نشيلوش 3-4 ايام خلنا الصلاة تحشي برد القطب 10 دينار اشكرت الصديري تثبت الوقت قدر فوق مقسومة الكونسنتري معناتها الشعير والواحد الكل غالي معناتها مانيش انا ندافع على الفلاح يمشي يدافع على روحه. انا راني نحب اللحم رخيص انا راني مع المواطن كيف اللحم رخيص راني عاوز نبيع 5 علوش نبيع 10 علوش. انا راني نحب نحافظ على الطاقة الشرائية بتاع المواطن. انا مصلحتي مع المواطن البسيط راني حتى المواطن البسيط
برا مشي حلو عنه حاجه اجتماعيه بتاع الزلزال، اعطيني شكون زلزال لاباس عليك، راه الناس عايشه تاكل في الخبز وبرا. ما هوش انا ديما الزلزال بالطيران الزلزال يحب يسرق الزلزال، حبوني نخدم على كيفهم، انا ما نخدمش على كيفهم، انا راني نخاف ربي وراني نصلي ونخدم، مانيش باش نشكر روحي، اما ما نجمش كليان عام 12 شهر يجي ياخذ حاجه باهيه، نجي تو نقول لا يا خويا انا مادام نحب الراضيه الناس هذوما ونحب الراضيه المراه اللي قاعده تعطي في الاحصائيات تحب تواجهني نتفضل. هذه المراه تاع ديرة انتاج حيواني انا تلقيت انا وياها في وزاره التجاره، عطاها الارقام هذه والارقام هذه راه طبيه رفعه، تجي تحب تواجهني تلفزيا اذاعيا وين تحب تواجهني تفضل الله يبارك نجم نجاوبها. وما نحبوش نغلطوا الراي العام، احنا مع المواطن ما احناش ضد المواطن، ما نحبوش الحق غالي، ماذا بينا امورنا مريقه، ماذا بينا يعطيونا حقنا، ماذا بينا نحس بروحنا رحنا مواطنين تونسيين ما احناش راهو كلاب سوق وسراق. ديما يحبونا في نضر الراي العام، احنا لا احنا اللي نحبوا نغشوا. اليوم اليوم في المساحات الكبرى معناتها كيما صاروا التجار الصغار ما تاع الغذائيه سكر 100 تاجر باش تحل جرام سيرفاس، عباد كبار تعيش تصور ملياردوات وعباد تفلس وتموت. انا كنت راني رئيس لجنه تاع المهن الصغرى بتاع صناعه التجاره، والله المهن الصغرى قاعده تندثر وقاعده تمشي من جراء السياسه هذه. اليوم قلت اليوم في المغازه الجنرال المواطنين ياكلوا في الحل الرفريجيري موش الحل اللوكال ب 14500 وكم رقم الاسعار مشات شدتها. نحن شو الطلبات نتاعنا يا خويا؟ عرفوا طلب في صفاقس عندنا تروا كاتر كاليتي 3 انواع نتاع اللحم، فما اللحم رخيص، فما اللحم متوسط، فما اللحم غالي. كي تدخل سوق قريعه تلقى اللحم هبره ب 8000 حتى ل 12000 حتى ل 14000 اللي قاعد يذبح قاعد يبيع وعنده كليوناته. تمشي بلا صخره تلقى ب 14000، تمشي بلا صخره تلقى ب 16000، تمشي بلا صخره تلقى ب 17000. كل حد كليوناته كل حد يجي سلعته، واحد يبيع بشحمه واحد يقل شحمه واحد ينزل واحد يعمل. فهمت؟ عندنا اختلاف الاسعار. انت كي تسعر الصوره السعر بتاع العنوش ولا بتاع الهبره ب 15500 اللي تكون تبيع ب 10 دينار تبيع ب 15500 مش معقول. يلزم اختلاف الاسعار معناتها على خاطر السلعه. راه فما العجل الصغير، فما العجل الفلي، فما الربيع، فما الزيت، فما النصه، فما البقره الكبيره، فما البطاطا جيرزونس البقره اللي تجي لحقين عليها في النص تحب هذم كلهم فرقصوهم. عمره اللي يصير تسعير اللحم. التسعير بتاع اللحم يصير تبدا الحلقه من الاولى من عند الانتاج من ناحيه الانتاج من الفلاح ويدور وقت يوصل للمطوار يوصل قريب صوب 15 دينار. اعطيني الطابور تاعي وانا نخدم. مش الناس تقول لي برطانه اللي تحب وتجي انا تربطني. المده هذه معناتها البقاره بتاع الريس شاروليه اللحم اللي دخل لنا جديد دينارنا وتزاد 15% في كيلو. كي تزاد 15% في كيلو تعرف معناتها 300 كيلو تزاد 450 دينار. احنا ما نحبوش. انا نعاود نكرر راني مع المواطن، راني انا مواطن عادل مع المواطن العادل. راهو حتى في صفاقس معرفه فما ناس اللي يقول احنا تيزون بها راهو انا نتعاملوا احنا نعيشوا مع الناس البسطاء اللي يقول لك اعطيني الطير واعطيني 700 جرام واعطيني كيلو واعطيني كيلو ونص. انا هيك اللي حشي بيه ياكم هما اللي نعيش معاهم. فهمت؟ ياكم اللي نجموا نعيش معاهم بالغلاء هذايا. الغلاء هذا ضرني انا ضرني انا قبل ما يضر المواطن ما عادش قاعد نبيع. فهمت؟ شكرا لنا باش نساهموا باش نحافظوا على الطاقه الشرائيه بتاع المواطن. صار احداث مجمع المهني للحوم الحمراء عام 96. المجمع المهني للحوم الحمراء اول واحد يصحح عليه منجي كمال يدخل في الجويه بصفاقس ومن بعد تعمم في الولايات بتاع الجمهوريه التونسيه. شنو الغايه منه؟ شنو الحاجه منه الباهيه هذا؟ الغايه منه وانه احنا نعملوا برنامج باش نوفر اللحوم الحمراء باسعار باهيه يربح فيها الجزار، يربح فيها الفلاح، يربح فيها المواطن، وتربح فيها الدوله. ما تصيرش مشاكل الدوله. صار كيفاش صار في المجمع المالي للحوم الحمراء؟ صار توظيف 50 مليم على كل كيلو لحم. كل كيلو لحم تذبح في المسالح نتاع الجمهوريه التونسيه الكل يتوظف 50 مليم. مرحنا من 96 ل 2010 اش قالوا؟ قالوا احنا وقت اللي تصير فيضانات ولا تصير جفاف ولا تصير في العيد الكبير احنا نعمل تدخلات. يصير جفاف ما فماش الحمى وهم يجيبوا لنا ويعوضوا لنا حسب الفلوس اللي تاخذوهم هما. قالوا في العيد الكبير احنا الناس نعملوا رحبه للمواطنين البسطاء الحال اللي ما يجيبش يشري علوش، اللي العلوش يشري ب 400 المجمع المهني للحوم الحمراء يساهم له ب 100 و 150 دينار. هذا في ولايه صفاقس ما وقع حتى تدخل. جاي نطالبوا فيهم ولا يهدوا فينا بالحبوسات 96 ولا 86 مليار. هذول نحبهم انا وينهم. اللي يقول انا راجل يقول انا
مستعد باش يجاوب مديرين عامين بتاع المشمل اللحوم الحمراء يجاوبوني يقولوا لي الفلوس هذوما وين مشات. اثنين الدواوين بتاع الدولة عندنا ديوان بتاع بوسلامة وديوان بوزويدة وديوان الشعر هذوما الانتاج بتاعهم الكل من ابقار ومن عجول ومن خرفان وين قاعدين يدخلوا فيهم الولاد صفاقس ولا اللي يقولوا دخل انا كرام الولاد صفاقس يجي يقابلني نقابله في التجزة في الليبيا وين يحب يقابله السرعه الكل يضربوني يهربوا فيها وبيعوا فيها. معناتها الولايه هذه قبل كانوا يقولوا راهو السلطه بتاع قبل يقول لك لا هذا تونس على خاطر عندنا سفارات وعندنا مناطق قنصليات وعندنا شنو. معناتها احنا لا يجي عندنا الانتاج بتاعنا بتاع الدواوين ما يدخلش للصفاقس وبعد تحب تطالبني مش معقول. بربي نحبوا كرامتنا بربي استحفظ علينا وبربي نحب نعيش نحس روحنا اللي احنا رجال واحنا مواطنين واحنا نحب نعيشوا كما تعيشوا انتم ونحبوا قدرنا ما هوش الظاهر على طفالي ويرحم الوالد. شكرا.